يا كاتب التاريخ ما طفيش البلاي، يا كاتب التاريخ الله يرحم الشوابين ما تقلعش البريجاكتك يا وختي. هيلا يا مطيشة هيلا، هيلا يا مطيشة، مطيشة الغشاشة، مطيشة الغشاشة. الكوب الترافيك انتهت ومعها انتهت الكولسة والقوجعة. أخنزوا بطولة في التاريخ لكن هيهات طاحوا في مول الفول. هدف للسنغال لكن تقنية محمد السادس بكاميرا القمر تلغي هدف. موراها ديريكت ركلة جزاء مش إحلالية للمغرب. دياز بغا يدير بانينكا فدار كارانتيكا فانتصرت العدالة الإلهية فضيعوها. ضاع ضيعي ضاعت. قد يتلطخ قميص المغرب بالطين والتراب والعار ولكنه لن يتلطخ أبدا بالألقاب. الكأس السنغالية وسبت ومليليا إسبانية. بصح نورمال زيدوا صبروا شي 50 عام واحد آخر. هاو هذه هي الدنيا هاو شاب باغي ديرو. هادشي قرانا مزيان. المدرب ديال السنغال جا عندنا وكيفاش راه حنا اللي قريناه تكتيك والخدمه وكذا وكذا وكذا، ولكن ملي بغى يخدم المكر والدهاء جابوا ليه مساعد جزائري. مساعد المنتخب ديال السنغال راه ماشي من عباد جايبين جزائري باش يفهمونا مزيان، باش يقراونا مزيان، باش يعرفوا شنو كيضرنا وشنو اللي ما كيضرنا وشنو اللي كيشتتنا وكيفاش كنفكروا، لاننا حنا كنفهموا الجزائر والجزائر كيفهمونا كيقراونا. جابوا ليه مساعد مدرب جزائري. لهذا ماشي من العبث اننا نسمعوا المدرب ديال المنتخب السنغالي في الندوه الصحفيه كيذكر الجزائر 3 مرات. ليس من العبث اليوم اننا نرى الجماهير ديال السنغال في المدرجات ما كايناش الجزائر في اي طرف فيها كيقولوا 1 2 3 فيفا الجيري. ماشي من العبث نهائيا ان نرى مدرب منتخب السنغال ان يقارن الكان وما ادراك ما الكان بفضيحه الشان، بل ويفاضل الشان على الكان. راه جايبين ليه مساعد مدرب جزائري، راه قراه، راه وراه، راه عرفوا كيفاش يهضر وبرافو ليه. قولوا لي الحبيبه ديالي واش المغرب ضربتنا العين ولا عندنا التابعه؟ المغيارين شوف المغيارين جايبين داك الشيء السحور جايبين التونيات. احسن لعاب ديالنا ضيع البيلانتي. احسن دوله كانت عزيزه علينا شتي داروا لينا سرقوا لينا الكاس. التنظيم ديالنا كان احسن تنظيم. المحسادين شنو داروا لينا. والله طلع لي التونسيب 21 راه حشومه عليهم هادشي الناس اللي مساكن ما كيقدروش. راه والله الا طلع لينا التونسيب 21 22 كنا غادي نتفليباو. بعد الفرقه اللي لعبنا معها حنايا راه ما زعما ما ساهلاش صعيبه بزاف وتدياولنا حنا لعبوا مزيان وداكشي، ولكن في الاخر راه باينه زعما عاد خلي القواسه من العالم. القواسه والجزائر كلشي مقوس علينا، كلشي حاط علينا العين. تابعه بزاف راه كلهم حاطين لنا العين كلهم، لدرجه بان نيجيريا سميتو اللي لعبنا معاهم السنغال ربحوا تسمح، والجزائر كيحتفلوا بالسنغال. حنا اللي خاصهم زعما مع العلم ان السنغال كانوا من اعز الناس عندنا. واش داروا فينا؟ سرقوا لينا الكاس. انا بقى يجي عندي شي منام يقول لي دار مغلوب. لا حنا مغاربه واعرين الحمد لله. حنا راه ربحنا العالم كله كيتفرج فينا. كاين القواسه كاينين، واخا كاينين القواسه ما كيهمناش. حنا العرب قسيناهم كلهم تقساو مع الافارقه ماشي معنا حنا. كوت ديفوار خصها تبقى نيجيريا، خصها تبقى تونس مشات بحالها تبعتها الجزائر تبعتها مصر، وهذا الشرف لينا. حنا مغاربه فرحانين واخا ما مشاش الكاس. حنا اسمع ليا، حنا ما خاسرينش الكاس، حنا عطيناه ليهم كادو. سرق لنا الكاس. حنا ماشي تسرق منا، حنا عطيناه ليهم كادو. وليد الركراكي سمعي ليا، فاطمه الزهراء انا كنهضر معاك ورياضي 50 سنه وانا كنت في الملعب. اسمعي ليا باش نعطيك اليوم نوستالجيا ديال السيليغان. ديري لنا السحور ما كيهمناش السحور، ولكن كيهمنا هو حنا لعبنا معاهم، هما لعبوا كره ولكن لا المدرب لعبنا على المورال. بدا كيقول اللعابه خرجوا الكاف. اش كانت خصها دير؟ كانت خاصها تحسن من اللقاء، تقول لهم صافي خرجتوا ربع ساعه سالا الماتش. كانوا اللعابه ديالنا يشدوا دي الكره يشدها يحطها في وسط السونتر ويقول لهم ماركين البيت ربحناكم. انا معصب دابا، انا راه ما بتش في داري. علاش؟ غيجي عندي الجمهور للدار غنبغي نبدا نسجل مع عباد الله، ما قدرتش نمشي لداري. علاش؟ حيت الا مشيت لداري غيجي يهجم عليا الجمهور، غيقول لي انت كنتي كتقول لنا غنربحوا 3-0. المدرب ما دارش ليا خاطري، كون دار ليا خاطري كنا غنربحوا.
علاش؟ على من ديالي. سمعوا، انا قلت لهم هنا في هذا المنبر، في هذا المنبر ديال شوف تيفي، قلت لهم كنا غنربحوا ب 30-0 الا لعب الرحيمي في نص ميطه الاخرى، ما لعبش الرحيمي. نشوفوا الشباب. لا اسمعي لي، اسمعي لي، خليني نكمل، نكمل فاطمه الزهراء. لا نكمل، ما نديروش حوار متبادل. انا دارع في الرياضه. وليد الركراكي الخطا اللي دار ما كانش يمشي يسلم على المدرب، نقول له صافي رجع الدراري. ملي مشاو شوفي، ملي مشاو لفيسيا لاختي فاطمه الزهراء تما داروا تيبيخه عاوتاني، جابوا معاهم تيبيخه. ما نطلبوهمش، اللي بغى يمشي. انا الوحيد اللي نخليه ما يمشيش هو امي. حسيت بهذيك الحقره البارح. واش الترجي طلبوا الوداد تبعهم الفيستر؟ ما تبعوهمش، خلاوهم. كاين ماتش فورفي، يعني الخلط اللي دار الطاقم التقني كامل كيحمل المسؤوليه الناس اللي كانوا تما في التيران. اولا السي وليد الركراكي بارك علينا من هذا الشيء، بارك علينا من هذه المهزله. يا جدعان انتوا مفكريننا نمنا؟ احنا ما نمناش اصلا، ولا مصر نامت ولا الجزائر نامت، واحتفالات عارمة في شوارع الجزائر حتى الصباح الباكر، وكأن دكار ليس عاصمة السنغال بل عاصمة الجزائر. الجزائر الأحرار اللي كشفوا الكولسة المغربية وبكاء في المغرب. طمنونا عليكم يا جدعان. رسالة لاخواتنا الجزائريين، هم جيرانكم، طمنونا على المغاربة، احوالهم ايه؟ مش شايفهم، مش سامع صوتهم من امبارح. طب هيفضلوا مستخبيين كده في مراكش ولا في كازابلانكا، ولا ايه الدنيا؟ ولا نطوا في البحر، ولا راحوا على اسبانيا؟ طمنونا عليهم يا اخواتنا، طمنونا عليهم. ادي اخرة اللي يتحدى اكبر شعبين عربيين، الجزائر ومصر. مصر والجزائر خاوة اتحدتونا وقللتوا مننا، وفي النهاية كان الرد قاسي. الاحتفالات في القاهرة وفي الجزائر عاصمة الجزائر ووهران وبليدة وسطيف، الاحتفالات عارمة عند الجيران. كيف أحوال الجيران؟ شكرا لشعب الجزائر مرة أخرى، أنتم من كشفتم وفضحتم الكولسة، ويجب أن نشكركم، ويجب أن تشكركم السنغال. دولة السنغال بأكملها يشكرون الشعب الجزائري، لأن هو اللي فضح الكولسة، وهو اللي نشر فساد التنظيم المغربي، وخلى وفتح عيون العالم العربي على الكولسة، وده اللي خلى فيه توتر. ويا عيني الواد دياز جاي يعملها بانينكا، قام عاملها بانكيك واكلها الشعب الجزائري والشعب السنغالي والشعب المصري. شكرا لاخواتنا الجزائريين، ويا ريت تطمنونا على المغاربه، علشان انا مش شايفهم من امبارح يا جدعان. دول جيرانكم الجار لجاره، يعني طمنونا عليهم، شوف ايه اللي حصل عندهم. شكون هم